يا نصيب، هو انا ماليش نصيب؟ طب انا هسألك سؤال وترد عليا بالله عليك. هو ليه كل الدنيا متحلو بشخص تاخده مني وتقولي ضحكت عليه؟ مش من نصيبك، هي تستاهل واحد احسن منك، ما كانت في ايدك وهي راحت بسببك. مش قلت انك نسيتها، جاي دلوقتي تقول حبيتها لما راحت لغيرك، جاي تفتكرها ما كنت عايز تسيبها، اهي راحت لنصيبها. مزعل نفسك ليه؟ ما هو كله بسببك. اصل اتعودت تسيب وقت ما تحب وترجع وقت ما تحب، كفاية كده، بنات الناس مش لعب. هي كانت طيبة وكانت بتحبك وانت جاهل مش بتحب غير نفسك، كانت بتفرح لما تسمع اسمك. راحوا فين اللي سبتها عشانهم؟ اهو سابوك لوحدك، وقت ما الدنيا تيجي عليك مفيش غيرها كانت جنبك. ليه مشيت بعقلك وسبت قلبك؟ اقلع وش الضحية مش لايق عليك، واحكي الجزء المفقود في القصة اللي انت ظلمت فيه. راجع ندمان، طب ليه خنت اللي كان؟ في النهاية انت غلطان. شوف شكلك عامل ازاي من شرب الدخان، جاي تقول نرجع؟ لا انسى، ده كان زمان. احنا كده مش بنحس بالحاجة غير لما تروح مننا، دايما الغدر في طبعنا، من كتر الوجع بنشرب وبندمر نفسنا. لو كنت فاكر انها هترجع لك تبقى غلطان، نسيت اللي عملته فيها زمان، كسرت قلبها واللي كان. هي مش هتفكر في حد باع وخان. نصيحة من أخ، اوعي يا بنت الناس تبيع حد شريكي، دول عالم وسخة بيتسلوا بيكي، لو شافوا واحدة أحلى منك في ثانية يتكبروا عليك. انت اللي بتعلقي نفسك بحبال دايما، لو عايزة تحب حب خطيبك يا خايبة، حب نصيبك وسيبك من اللي يقولك انا حبيبك، ده كداب. لو بيحبك صحيح كان هيخبط على الباب. ارفعي راسك وعلي من قيمتك، وكفاية وجع، كل كام مرة حبيتي والكل فيكي خدع. فوقي من الوهم، زماننا مفيش حد جدع.